السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حلوين عاملين ايه؟ شايفين الجمال اهو في البيت وبدون تكاليف وحاجات بسيطة في البيت. انا عارفة ان هي تبقى يعني نوعا ما ليها مبلغ، بس مش زي بره طبعا، وانضف من بره واطعم من بره، وبجد حاجة تجنن كده. يعني دي نص فرخة ودي نص كيلو لحمة مفرومة، عملت بيها صينية حلوة زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله، مع رز البسمتي تحفة تجنن. بطريقة كمان الرز طريقة سهلة وظريفة وجميلة جدًا، جدًا وطعمة جدًا. يالّا بينا نشوف إحنا عملنا إيه، ومكوناتنا كانت إيه، وبسيطة جدًا وبطريقة سهلة وفي فرن البوتاجاز. يالّا بينا. أنا عندي دلوقتي فراخ، عندي نُص فرخة، وعندي نُص كيلو لحمة مفرومة، وعندي الخضار. الخضار عبارة عن بصل وطماطم وفلفل، هاضيف فلفل المرة دي مع الليمونة بتاعتي مع حتة توم صغننة، بتدّي ساعات زي نكهة مختلفة كده الحاجة اللي بتتشوي أو اللي بتتعمل يعني بالتتبيلة بتاعتها في التتبيلة. عندي الفراخ زي ما إحنا شايفين قطّعت النُص فرخة قطع يعني ولا صغيرة ولا كبيرة، مضبوطة، بحيث إن أنا تستوي معايا بسرعة. وآدي الخضار بتاعي هاضربه في الخلاط ومع الليمونة بتاعتي اللي قدامي دي، تمام. بعد ما باضرب الخضار قبل ما أضربه يعني ضربته وسِبته قبل ما أحطه، باغزغز الفراخ بتاعتي أو أقطعها يعني حتت صغننة كده، نغزات صغننة، بحيث إن التتبيلة تتشرب جوه اللحم بتاع الفراخ. بعد كده باعصر الليمونة وباحط التوابل على الخليط بتاع الخضار، علشان ما باحطهاش في خلاط أو الكبة، علشان ما تتلّمش يعني تخلّي السكينة تلمع. أنا حطيت فلفل أسود وبهارات فراخ وجنزبيل و معايا كزبرة ناشفة مطحونة، والملح بتاعي باضبطه. بس كده. دلوقتي جِبت عندي الكفتة، اللحمة بتاعتي بشرت بصلاية زي ما إحنا شايفين، وباعصر من المَيّة يعني بتاعتها، وباخلّي المَيّة ما بارميهاش عشان باصبّع بيها الكفتة في الآخر. وبعد كده باحط فلفل أسود وجنزبيل وجوز الطيب دي رشة كده، بشرة صغننة، وكزبرة ناشفة مطحونة برضه، وكمان معاها الملح على حسب التيست بتاعكم، يعني أنتم تضبطوه، تحاولوا تضبطوه. أنا كنت حاطة معلقة واحدة بس على النُص كيلو، معلقة صغيرة. وحاطة كمان نُص معلقة baking powder صغننة، تمام، عشان الbaking powder بتخلّيها هشة ومش مكتومة. بس بافضل بقى أدعك فيها أوي، 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 لغاية ما تفتِّل كده قدّامنا وتطلّع بُصّوا الفتل اللي هي فيها دي يعني، عشان تبقى هي دي اللي بتبقى مسؤولة عن القوام اللي متماسك يعني وما يقعش منّي. بعد كده هاجيب بقى الرز عقبال ما الحاجة تتبّل، هاحط زعفران، ده سر حلو أوي، أوي للرز، يدّينا طعم ولون بجد مش قوي زي الكركم، حبّهان ولوري ومرقة دجاج والملح وفلفل أسود. بس كده، باقلّب كلّه في بعضه وباضبط التيست بتاع الرز بتاعي على حسب الملح بتاعكم، وبس كده. هو ده نُص كيلو، يعني حطيت له بتاع معلقة إلا ربع ملح يعني، والمَيّة طبعًا باحط الضعف علشان المَيّة تطلع مضبوطة معايا. حطيت 3 معالق 3 كوبايات المفروض مَيّة، 3 كوبايات رز، 4 كوبايات مَيّة، تمام. بعد كده بقى باحط الفراخ بتاعتي زي ما إحنا شايفين كده، بارُصّها على الشبكة بتاعة الفرن، وتحتيها ورق فويل علشان على الصينية أو الصاج، علشان يعني ما يتبهدلش أوي، يعني اللي هو يبقى سهل بالنسبة لكم وتصبينه يبقى سهل. بعد كده كان عندي الورقة بتاعة المنديل دي، فجبتها ورُحت حاطاها، قطّعتها كده قطعية سهلة زي أكني باحشي أي حاجة، بتبقى سهلة أوي وسريعة جدًا، خصوصًا إن أنا ما عنديش سياخ يعني، هاحط فيها. كان عندي سياخ كبيرة بس ما عنديش الشواية، فكنت هاحط في البوتاجاز، فكانت حاجة سهلة يعني تتحط في الصينية وبس كده، تبقى سهلة بدل ما أطلّع وأشيل، تبقى محطوطة جاهزة وبس. أهو زي ما إحنا شايفين باعمل كده، باضبط الصباع على حسب بقى الكمية والصباع اللي أنتم عايزينه، كبير، صغير، تخين، رفيع، زي ما أنتم عايزين. بس كده. جِبت بقى عندي معلقة خشب اللي هي عاملة زي السياخ، وبقيت أصُب عليها الكفتة. فلمّا صبّعت عليها الكفتة زي ما إحنا شايفين، باعمل إيدي بمَيّة البصل وباعمل على الصُباع من برّه، وزي ما إحنا شايفين هي متماسكة جدًا أصلًا، يعني ما وقعتش منّي من على المعلقة بتاعتي يعني الخشب بتاعي ولا أي حاجة خالص، بالعكس، والصُباع زي ما هو هنشوف في الآخر.
وكان متماسك وسواه كان حلو ما شاء الله يعني ومظبوط. طريقة سهلة أوي، أوي، وكمان الكفتة دلوقتي هتشرب من الصوص بتاع المنديل بتاع الطرب، فبجد طعمها كان بيبقى تحفة، يعني طعمها حلو أوي. بس كده، سِبناهم بقى يتحطّوا في الفرن، حطيتهم، عقبال ما أحطهم كان عندي شوية حاجات سلطة يعني مع خضرة من الفريزر، فحطيت حتّة كده وقلّبتها سريعًا يعني، اللي هو عشان ما تاخدش وقت ومش لسه هاستنى إن أنا أجيب خضار من تحت. أنا باقلب الفراخ زي ما إحنا شايفين وباشرّبها من الجنبين بالخلطة بتاعة التتبيلة. بقى عقبال ما بتستوي بقى الرز خلاص استوى، باحضّر الصينية اللي هاحط فيها الرز بورق فويل كده من تحت زي اللي بيتباع برّه بالضبط، بيبقى في حضرموت أو في أي محلات يعني. باحط الرز، بُصّوا مفلفل وجميل إزاي ولونه جميل جدًا، وكان طعمه حلو أوي، أوي، وظريف بصراحة يعني، جرّبوه سهل وسريع وبيدّيني لون حلو أوي. باحط بقى عليه الفراخ كده وبارُصّها عليه، وبارُص الكفتة والطرب زي ما إحنا شايفين، وبجد كان يجنن. أكلة سريعة ومش مكلفة أوي زي برّه، وأنضف من برّه، وما حرمتش ولادي لو نِفسهم في ريحتها مثلًا وهُم ماشيين، أو نِفسهم في أكلة سريعة حلوة من برّه. فأنا بتبقى مكلفة في البيت حاجات بسيطة مش زي برّه بصراحة، برّه أضعاف. باحط بقى في الآخر كده بعد ما أرصها يعني فحم كده وعليه سِنّة زيت أو أي حاجة يعني الدهن اللي هي بتاعة الكفتة دي، حطيت منها شوية وباغطّيها. الريحة والطعم عايزة أقول لكم كان حلو أوي، وخصوصًا الرز كمان خَد من ريحة الحاجة اللي حواليه، وريحة اللي هو يعني على الفحم زي اللي معمول على الفحم بالضبط. باشيل بقى الورقة كده بارميها في الباسكت وبس. بُصّوا الكفتة، بُصّوا صباع الكفتة كان juicy من جوّه بجد، وكان مفرّغ زي ما إحنا شايفين، وبجد كان حلو أوي، طعمه حلو، والفراخ كانت تتبيلتها تجنن. كل ما هتقعد أكتر الفراخ، أنا ما قعدتهاش أكتر، أنا كنت يعني بسرعة، بسرعة، فما عدِّتش كتير ساعتين يعني بس. والرز زي ما إحنا شايفين مفلفل وبجد يجنن. طريقة سهلة ولطيفة وسريعة، حلوة أوي زي برّه، مش مكلفة أوي. أنا مش هاقول لكم يعني هي مش مكلفة خالص، لأ هي مكلفة بس بالنسبة لبرّه زي ما إحنا عارفين بتبقى بسيطة عن برّه. لو عجبتكم ما تنسوش بقى لايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.